ازاي تقدر تشتري جبنه رومي بكل سهوله ومن غير ما حد يضحك عليك، وكمان ايه هي الشروط اللي لازم الاقيها في المنتج عشان اقدر اشتريه وانا مطمن. احنا هنتكلم بس في 5 نقط النهارده. 5 نقط دول تقدر عن طريقهم ان انت تروح تشتري حته جبنه رومي من اي سوبر ماركت في الدنيا وانت مطمن. هنذكر 5 نقط نخلي بالنا منهم. اول نقطه نذكرها، ابعد عن اي حته جبنه رومي فيها بقع. بقع ايه يا شيف؟ بقع بيضه، بقع شويه مايله للصفران، اي بقع باي لون. هيقول لك ده حضرتك ما فيهوش اي حاجه، ده املاح زياده، ده املاح قليله، ده تخزين، ده مش عارف. ابعد عنها، مالكش دعوه بيها. قول له انا مش عايزها. والله ابعد عن حته الجبنه دي خالص. كمان النقطه التانيه معانا، ابعد عن حته الجبن اللي ما اتنضفتش من بره. يعني لو ما كانش المنتج بتاعك اللي انت واخده متنضف الحروف بتاعته ما تستلموش وما تاخدوش. انا بقول لحضرتك ما تاخدوش. دي النقطه التانيه. النقطه التالته، ابعد عن اي حته جبنه نسبه الدهون فيها عاليه، نسبه الدهون فيها عاليه. كمان ابعد عن اي منتج فيها نسبة الأملاح بتاعته عالية. يعني حضرتك ممكن تستبعد البطارخ والقديم أو الشديد والحاجات دي بحاجة إلى حد ما وسط، أو ما بين الوسط والقديم شوية، هتلاقي نسبة الملح بتاعته كويسة وكمان هيبقى مفيد جدا. كمان ابعد عن الجبنة الرومي المبشور. نعم، ايه بقى المشكلة بقى في كده؟ لا، ما هو حضرتك هنا الجبنة الرومي المبشور مجرد ما اتبشرت وقعدت معاك شوية بيبتدي البكتيريا فيها تنشط. يعني البكتيريا فيها تنشط، وفي بعض الاماكن يعني الا من رحم ربي طبعا، ان يعني بيستخدموا حاجه تانية كده في المبشور او بيدخلوا اي رومي في المبشور. لكن حضرتك ايه الاضمن؟ تاخد حته الجبنه الرومي اللي حضرتك عايزها بالوزن اللي انت عايزه سليمه. حضرتك ممكن تقدر تبشرها في البيت، او حضرتك تقدر تبشرها عندك في البيت بكل سهوله، ما بتاخدش معاك وقت خالص. دول كانوا اكتر 5 نقط لازم تخلي بالك منهم، او لازم حضرتك تخلي بالك منهم قبل ما تشتري الجبنه الرومي، عشان تعرف ان انت حضرتك بتاكل المنتج ده كويس ولا مش كويس. لازم نخلي بالنا عشان محدش يضحك علينا تاني، عشان محدش يضحك علينا تاني في الشغل. ودي كانت حلقتنا النهارده، حاجة بسيطة لكن مهمة جدا جدا، ولازم اي حد يعرفها قبل ما يشتري المنتج، عشان احنا تقريبا بنسبة كبيرة جدا جدا كلنا بناكل جبنة رومي. كلنا بندخل بيوتنا كمان جبنة رومي، كمان بنأكل عيالنا منها. احنا لازم نخلي بالنا كويس جدا. ودي كانت حلقتنا النهارده. انتظروا الحلقة الجاية ان شاء الله، وكلام مهم جدا جدا.